مهرجان ورود الرمال برمادة في دورة من أحسن الدورات اللي عاشها المهرجان حسب رأيي، وأكبر دليل هو التواجد الجماهيري الغفير اللي ساعدوا فيه. خيالة وفرسان من ليبيا الشقيقة إضافة إلى فرسان تونسيين الأشاوس، فهمني. إن شاء الله بعد قليل ينطلق المهرجان في دورته، والله فرحانين ياسر ومغتبطين والحمد لله يا ربي. اما شويه سخانه، ولكن ديما احنا ولاد الصحراء رانا نقبلوا العوامل الطبيعيه هذه ونتحملوها واحنا للها، فهمني. ومرحبا بالزيار، ومرحبا بكم في رمادة الناس الكل، وهذا اللي عندي بنقوله. والله ان شاء الله دورة سمحة، ما شاء الله جمهور هاي، وان شاء الله شيء ثم استعراض للخيالي وملح ما شاء الله باهية، وان شاء الله من نجاح لنجاح ان شاء الله. دنيا باهية من الأحسن إلى أحسن إن شاء الله. دنيا باهية متعة الدنيا ياسر عليه الرمادة ما جاهاش الدنيا. أحلى مهرجان جه في رمادة السنة 2016، مهرجان حول الخيل والقبالة وكل شيء. باهي مهرجان باهي سمح كل شيء مهرجان سمح يعني يعجبني عجبني. ان شاء الله دورة ممتازة، الدورة الأولى ان شاء الله تكون ناجحة وتكون لم شمل البلاد. مش بنقول لك حتى من ناحية العروض والتنظيم وكل شيء، ثم شوية تحسن الدورات اللي فاتت. ان شاء الله نقدم أفضل.
بالشكل هذا ان شاء الله يا اخوي الافراح تتواصل، وان شاء الله يكون الامل مستمر، وان شاء الله يا اخوي بلادنا دائما من احسن الى احسن. ايوه وحول الله رمادة محتفله ودائما زاهيه، وهذا هو هذه اهالي رمادة، وهذا هو فهمتنا ولا دائما في الفرح والمسرات ان شاء الله. حول الله الحمد لله. مهرجان الرواية ولد رماد برمادة، يعني سنة شفنا من حاجات تتباهى ياسر سمعة باهية ممتازة، ولا يرحم والديكم الكل. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لمهرجان ورود الرماد أنا ما كناش نتصوروا باش يصير بالوضعية هذه. الناس كانت جد شباب متملح يعلم ربي كبي معناها قالت لنا الحقيقة، والله جزاهم الله خير بالنسبة للمسؤولين على التنظيم المهرجان معناها على واحد، ونشكر الشقاء الليبيين واخواننا من قصر راس السلطان معناها اللي شاركونا، وجميع من شارك معناها في المهرجان وحرك كل البليده وفرهد المواطنين نتاع الرمادة، نتمنى له كل خير والسعادة. وهذا اللي نجم نحكي عليه يعني. بالنسبة لي أنا فرحان بالعملية بالنسبة للمهرجان، يعني إن شاء الله كل عام خير من عام. والله الدنيا سمحة ياسر، المهرجان معناها رجعنا للأيام السمحة وكل شيء، الدنيا باهية السلام والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد نشكر أهالي تونس عامة، ونشكر أهالي رمادة خاصة على المجهودات التي قاموا بها من هذا الحفل وفي هذا الاستقبال، ونشكرهم كل الشكر على استقبالهم الرائع من دخولنا من البوابة. حقيقة من دخولنا من البوابة وهم في استقبال رائع وشيق، ونشكرهم على ترحيبهم بنا وعلى اهتمامهم بنا، ولنا منهم كل الشكر. كذلك نشكر اخوتنا في ليبيا حتى ما ننساهمش بالشكر، لان حتى هم ساعدونا على المجيء، من ضمنهم السيد محمد حلوم والدكتور جلال
وبصفة عامة نزيد نحكي عليهم فيما بعد، ولكم منا كل الشكر من ليبيا من فرسان قماطة العربان. طبعا الصفة رئيس نادي قماطة العربان. يا ليل 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 اكبر قصص ولا عادة ولا ديبة اكبر ودي لي 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 ودي لي لي